يا مساء الفل، تعالى هوريك اسهل 5 وظائف تقدر تشتغلهم من البيت او ريموتلي او من المنزل زي ما تحب تسميها، ودي مرتباتهم. دي سكرين شوت من عقد عمل او جوب اوفر. جه لواحد صاحبنا في الوظيفه دي زي ما احنا شايفين بياخد $28,000 في السنه، اللي هو لو قسمناهم على 12 وضربنا في سعر الدولار دلوقتي هيبقى تقريبا ب 75,000 جنيه في الشهر. دي وظيفة تانية لو شفنا سالري رينج هنا هنلاقيه بيوصل لحد 62,000 يورو في السنة، اللي هو برضو لو قسمناهم على 12 وضربنا في سعر اليورو النهاردة الوظيفة دي ممكن تعمل لحد 170,000 جنيه في الشهر. الوظيفة التالتة دي المرتب فيها بيوصل لحد 45,000 يورو، برضو لو قسمنا على 12 وضربنا في سعر اليورو النهاردة يبقى الوظيفة دي هتعمل تقريبا 120,000 دولار في الشهر. والوظيفة دي لو شفنا المرتب السنوي بتاعها 18,549، ده بالمصري هيبقى في الشهر تقريبا 51,000 جنيه. بس قبل ما اقولك على الوظائف دي وازاي تقدم فيها، عايز الاول افهمك يعني ايه وظيفة سهلة. فكوباية القهوة وتعالوا نبدأ. لما بقول وظيفة سهلة بيبقى قصدي ان الوظيفة في مجال مش مطلوب منك وقت كبير علشان تدخل المجال ده، بالاضافة ان الوظيفة ما بتطلبش منك سابقة اعمال او بورتفوليو. زي مثلا الويب ديفلوبر او الويب ديزاينر بيطلب منه الاعمال اللي عملها قبل كده او المواقع اللي عنده قبل كده. الراجل الديزاينر الجرافيك ديزاينر وريني البيهانس بتاعك او البورتفوليو بتاعك على بيهانس. الراجل اللي بيعمل فيديوهات او بيedit فيديوهات وريني الشو ريل بتاعك او زي ما بيسموه شو ريل، يعني بيبقى مجموعه من الفيديوهات اللي هو اشتغل عليها. لكن الوظائف اللي معانا النهارده مش محتاجه منك الكلام ده، لكن محتاجه منك حاجات هنعرفها طبعا، ولكن مش لازم يكون عندك بورتفوليو او سابقه اعمال. بس في نقطه مهمه جدا، الفيديو ده لا يندرج تحت الفيديوهات اللي بتقول لك تعالى هكسبك دولارات او هخلي تعلمك الكسب السريع. الوظائف اللي معانا لسه عايزه منك مجهود، لسه عايزه منك مذاكره كويسه جدا، لسه عايزه منك انجلش يكون ممتاز. فلو مستني مني اقول لك على وظائف تديلك ال2000 3000 دولار اللي احنا شفناهم دول من غير ما تتعب او تذاكر علشان تشتغل في الوظيفه دي، من الافضل انك تقفل الفيديو. كفايه رغي بقى وتعالوا نشوف الوظائف اللي معانا. اول وظيفه معانا وهي الاس اي او سبيشالست او خبير تحسين اداء محركات البحث. دي وظيفه او ده مجال بيطلب منك انك انت تشتغل على المحتوى بتاع الموقع اللي بيظهر في محركات البحث وازاي تزود المحتوى ده. الوظيفه دي بعض الشركات بتدفع فيها مرتبات زي اللي شايفينها معانا دلوقتي. هنا شركه تيست جوريلا طالبه سينيور تكنيكال اس اي او سبيشالست. طبعا كل الوظائف اللي هنشوفها دي النهارده جايه من الشيت اللي هتلاقوا اللينك بتاعه تحت زرار اللايك. كل الشركات دي طالبه ناس تشتغل دلوقتي، ومن ضمنهم الوظائف اللي احنا شايفينها دي ناس طالبه اس اي او سبيشالست. ادي مرتب زي ما احنا شايفين او شفناه في اول فيديو كمان اللي بيوصل لحد 62,000 يورو في السنه. المجال ده لو عايز تدخله هتلاقي فيديو وعلامه الاي هنا، عملت انترفيو مع واحد شغال نفس الوظيفه دي وبيحكي فيه ازاي تدخل المجال من الصفر لحد ما تبقى خبير في المجال ده. تاني وظيفه معانا وهي البيد سوشيال سبيشالست او الراجل اللي بيعمل اعلانات على منصات السوشيال ميديا المختلفه، سواء فيسبوك سواء جوجل. وجوجل بالذات بيبقى ليه وظائف لوحدها، جوجل اد سبيشالست دي وظيفه لوحدها، ولكن هنفترض انك انت بتتعلم كله علشان يبقى عندك الخبره او قدره على الشغل على جميع المنصات. الشغلانه دي زي ما قلنا ما بتحتاجش يبقى عندك بورتفوليو، انت راجل بتعرف تعمل حاجه تقدر تعمل الكلام ده لنفسك. لو هتفكر تعمل اعلان على اي حاجه عشان تماركت اي حاجه هتلاقي النتائج عندك على حساباتك وتقدر توريها لاي حد. مثلا برضو تيست جوريلا وشركات غيرها كتير هتلاقيها برضو في نفس الشيت كانت طالبه نفس الشغلانه دي باسماء مختلفه شويه، ولكن هنا برضو ادي الوظيفه ادي رينج المرتب بتاعها زي ما شفناه في اول الفيديو اللي هو بيوصل لحد 45,000 اللي هم تقريبا 120,000 جنيه في الشهر. ثالث وظيفه معانا وهي التكنيكال سبورت في ووردبريس او ووردبريس تكنيكال سبورت. نفس الشيت برضو اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن. في كميه وظائف تكنيكال سبورت لووردبريس كتيره جدا والناس كلها طالبه. وزي ما احنا شايفين هنا ده زي ما قلت لكم في اول فيديو برضو ده اوفر او جوب اوفر جه لواحد صديقنا اشتغل تكنيكال سبورت وده المرتب بتاعه في السنه. وعشان اقول لك برضو ان المرتب ده بيختلف من شركه لشركه، يعني المرتب ده تقريبا 77,000 جنيه في الشهر. انا بقول لك ان في شركات بتدي اكتر من كده تقريبا لحد الضعف في التكنيكال سبورت او ووردبريس تكنيكال سبورت. دي وظيفه ما بتحتاجش منك يبقى عندك باك جراوند كبيره، لكن بتحتاج انك انت راجل تكون مذاكر HTML CSS وجافا سكريبت ومذاكر ووردبريس كويس، والكورسات ماليه النت وكلها مجانيه. مجال تقدر تدخله وتقدر تبقى
تكنيكال سبورت في اقل من سنه. رابع وظيفه معانا وهي الكونتنت رايتر. شركه دبليو بي ميديا، ودي شركه برضو للناس اللي شغاله في ووردبريس عارفه، دي هم طالبين كونتنت رايتر، ومش لازم تبقى خبير في الووردبريس، تقدر تتعلم ووردبريس بسرعه وتشتغل في الشركه دي. انت بتكتب هنا محتوى ليهم، هم هنا محتاجين حد يكتب لهم محتوى سواء على البلوج بتاعتهم او للمنتجات بتاعتهم، وهنا هم بيحطوا السالري بابليك لكل الناس. فهنا لو شفنا الكونتنت رايتر، لو انت شغال من مصر ومن كايرو وما عندكش اولاد، المرتب يبقى $18,000 ونص في السنه، اللي هم برضو تقريبا 50,000 جنيه في الشهر. وغيرها شركات كتير طالبه نفس مسمى، بيتسمى كونتنت رايتر، بيتسمى تكنيكال رايتر. عايز تعرف ازاي تبقى كونتنت رايتر او تكنيكال رايتر، برضو عملت انترفيو في نفس القناه دي مع واحد شغال تكنيكال رايتر بقاله سنين، تقدر تشوفه وتعرف ازاي تبقى تكنيكال رايتر وتقدم على الوظائف دي. اخر وظيفه معانا وهي اعتقد متوقعه شويه، اللي هي كول سنتر ايجنت، او كذا حد اتكلم عليها، يعني ان دلوقتي بقت شركات كتير بتطلب ناس تشتغل لهم في الكول سنتر بتاعهم، ولا بيرد على العملاء يعني، ويكون من البيت على اللابتوب بتاعك، ما بتروحش ولا بتيجي. وعلى حسب برضو الشركه، لو الشركه بره مصر ممكن يقبضوك بالدولار، لو الشركه جوه مصر بيبقى المرتبات عاليه، ولكن عشان انت بتتكلم لغه كويس بيدفعوا لك مرتبات كويسه حتى لو بالمصري. الشركه بتبقى شغلانه تبقى ريموت، انت قاعد في البيت، بتدفع مرتب كويس، وكل اللي محتاجه منك انك انت يكون عندك لغه كويسه، انجلش، فرنش، الماني، اي لغه من اللغات دي. وطبعا مش محتاج منك يكون عندك خلفيه او عندك بورتفوليو او اعمال سابقه. هم دول الخمس وظائف اللي كانوا معايا النهارده. هل في وظيفه انت شايف الناس ممكن تشتغلها من غير ما يكون عندها بورتفوليو او سابقه اعمال؟ يا ريت تقول لي عليها او سيبها في الكومنتات تحت الفيديو. واتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم يا ريت تعمل لايك، ولو عملت شير بكتر خيرك، وان شاء الله اشوفكم فيديوهات جايه.